هل انا هعمل قشطة حلاوة المولد التحفة المظبوطة على الشعرة دي من غير ما اطلع واقول لكم الطريقة؟ مستحيل طبعا. هنعملها مع بعض بمكونين اتنين بس وبطريقة سهلة وبسيطة، هتطلع مطاطية وجميلة وفلافي كده زي ما انتوا شايفين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ حلوين يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة بقى الصنف القريب لقلبي في علبة حلاوة المولد. هنعمل القشطة، بحبها جدا. هي بتكون قريبة كده للمارشميلو، وهنعملها بمكونين اتنين بس، والطريقة بتاعتها بإذن الله تظبط معاكي من أول مرة، بس انتي مش على المقادير بالظبط زي ما هنقول في الفيديو بتاعنا. معايا كده كوباية ونص من السكر، ونص كوباية من المية هوزعها كده على الحرف. نص كوباية من عسل الجلوكوز، لو مش متوفر عندك هيبقى عسل نحل، مش متوفر عسل نحل هتضيفي شربات من بتاع الحلويات. هرفع بقى الخليط بتاعي ده كده على النار، او الحله بتاعتي على النار دلوقتي تغلي دقيقتين بالظبط، وهرفعها من على النار. معايا بقى 3 معالق كبار من الجيلاتين، هدوبهم في نص كوبايه من الميه لحد ما يبقى بالقوام اللي انتوا شايفينه ده كده. وخلاص الشربات بتاعي غلى دقيقتين على النار. هبتدي بقى اجيب البوله او الحاجه اللي انا هضرب فيها الخليط بتاعي، وافضي الخليط كده، هنسمي بالله ونفضي بالراحه علشان بيكون سخن جدا، حسب من اللسع في الوقت ده. وهنبتدي بقى ننزل بالجيلاتين بتاعنا كده، قلنا 3 معالق من الجيلاتين مدوباهم في نص كوبايه من الميه. هبتدي بقى اضرب بالمضرب بتاعي